مساء الفل. بعد ماتش الترجي قلت ان المكسب ده مكسب وهمي بتاع ماتش الترجي، واحنا مستوانا مش كده من الموسم ده بس، لا احنا من الموسم اللي فات. بس احنا كسبنا الدوري فغطى على الدنيا شوية، فالدنيا قالوا خلاص الدنيا تمشي وهنكسب تاني دوري والدنيا حلوة يعني. مع ان دي كانت زي معجزة كده، والمعجزات مش بتتكرر كل شوية يعني. طيب احنا ليه وصلنا بقى للموضوع ده كله بقى والمستوى ده كله؟ اول حاجة، انت كان عندك محترفين: فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وعندك حميد احداد، وعندك كابونجو. ما عرفتش يعني ولا واحد فيهم عرفت تجدد له، تخليه موجود في الفرقه. بتمشي اللعيبه من غير يعني، دول كلهم مثلا حتى كابونجو اللي هو كان مستواه ضعيف مشي من غير ما تجيب بديل ليه. يعني مفيش اي بديل بيجي وبعد كده بتمشي، لا انت بتمشي وبعد كده بتدور، ويا تجيب يا ما تجيبش بقى خلاص، او تلاقي ما تلاقيش. دي اول حاجه. تاني حاجه، كان عندك كام لعيب دولي ولعيب تقيل، وانت يا طفشته يا معرفتش تجدد له. طارق حامد، ابو جبل، مصطفى فتحي حتى لما كان بره وجه ان هو قاعد عشان موضوع الجيش بتاعه معرفتش ترجعه، راح بيراميدز. مصطفى محمد ده كان مجلس معين اللي كان مشاه، هو كده كده كان هيمشي يعني مكانش هيقعد. فانت بتتكلم في مين تاني يعني؟ ابو جبل وطارق حامد دول لعيبه تقال، ومحمود علاء مشيته دلوقتي جاي تقول للاتحاد اقطع الاعاره بتاعته واجيبه. يعني مفيش اي حاجه غير انت بتقعد تطفش في اللعيبه، يعني تطفيش بس. ما تجيبش حاجه كمان، ما تجيبش بديل، انت بتطفش بقى كده بتدور انت هتجيب مين ولا في اصلا حد ولا مفيش حد. تالت حاجه، انت تعاقدت مع مين كويس بقى؟ مين اللعيبه الكويسه اللي انت تعاقدت معاها؟ طارق حامد قلت انا جبت دونج احسن منه 100 مره، والسيسي احسن منه 200 مره، ولا ده كويس ولا ده. مفيش مقارنه اصلا بين دوت وده خالص يعني. بتمشي اشرف بن شرقي مش عارف تجدد له، وتجيب مصطفى شلبي وابراهيم رضاي. نصحى من النوم نلاقي مروان حمدي مشي. يعني سبحان الله كده، تصحى من النوم مروان حمدي خلاص راح المصري. تصحى من النوم تاني امام عاشور جاله عرض من مش عارف فين، الهندي الموزمبيقي مش عارف ايه، ويروح. وبتجيب مين بقى؟ متجيبش حد. يعني انت اخر بس اللي هي اللي جبت بالحج ورجعت شبانه، انت بتجيب في اخر يومين في القيد او اخر يوم في القيد بتتعاقد عشان تجيب لعيبه تسد بأي حاجه يعني. رابع حاجه، ده كل ده فشل اداري يعني، الثلاث حاجات دول فشل اداري ذريع يعني عندنا يعني. رابع حاجه بقى، انت اسامه نبيه كان قاعد سابنا قبل ماتش اسوان والاتحاد واهلي وبيراميدز، قال لك انا ماليش دور وفيريرا مش مديني دور خالص ولا مديني اي اعتبار وانا ماشي. امشي يا سيدي. بعد كده جري رجع تاني، ماشي وفيرا مشي، ترجع فيرا تاني واسامه نبيه قاعد. طب انت قاعد بتعمل ايه؟ يعني انت من الاول انت مالكش دور، وانت بقالك دور يعني دلوقتي، يعني انت قاعد بقالك سنه مالكش دور، بقالك دور دلوقتي. يعني اللعيبه يعني تشتغل ازاي يعني؟ هو راح شويه واحد رايح شويه واحد جاي، مفيش اي فكر في اي حاجه خالص يعني. اللعيبه ما بتتلمش مثلا بنسبه 100% في الموضوع بصراحه. اللعيبه مثلا دي يعني انت ما تجيبش عربيه 28 وتقول لها شدي مع البي ام مثلا، دي امكانياتها كده، ومش هتعمل حاجه تاني. هي بتديك، هو ده اللي هتديهولك، مش هديك اكتر من كده. ولا جبت لها فيريرا، جبت لها كارتيرون، جبت لها اي حد في الكون، مش هعمل حاجه. هو ده مستوى اللعيبه، مفيش حاجه اكتر من كده هتعرف تديها لك. الاهلي عمل بقى ايه حاجه، بس انا الاهلي مشكلته في المدرب مش مشكلته في اللعيبه. الاهلي مشكلته مدرب. الاهلي عارف ان اللعيبه اللي عنده دي مفيش زيها في الدوري، فمثبت فيها. مفيش ولا لعيب اساسي موجود في الاهلي الاهلي بيعتمد عليه بيمشي. وما تقنعنيش ان الاهلي ما بيجيلوش عروض احراف للعيبه. يعني اللعيبه دي بتلعب كاس عالم انديه، بتلعب افريقيا، بتلعب دوري، ما بيجيلهمش عقود احتراف؟ بيجي لهم بس العقد، هما بيقعدوا معاهم محدش هيحترف. ده صح. لكن مش احنا هنعمل مثلا زي مزرعه تسمين عجول مثلا، نجيب العجل يقعد معانا 3 6 شهور ونمشيه. احنا شغالين كده سمسره وشغاله ودايره دايره 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 دايره. الاهلي واقع دلوقتي، بس واقع عشان مدرب مش عشان لعيبه. لو جيت بصيت على لعيبه الاهلي، لا لعيبه الاهلي تقيله وعنده قائمه تقيله. انت عندك مين؟ انت مفيش. فهو ده الفرق بين دي ودي. انت عندك فشل من اول الاداره، عمال تهد في الفرقه كل شويه تشيل لعيب تقيل، تشيل لعيب تقيل، تشيل لعيب تقيل. دلوقتي انت عندك مين تقيل بقى؟ زيزو. اللعيب الوحيد اللي انت جددت له زيزو، مفيش لعيبه تانية تقيله انت جددت لها. بس كده، مفيش اي حاجه تانية.